وانت بتتعلم انجليزي في رحلتك، وانت بتتعلم انجليزي خلي بالك من حاجة هتحصل لك في الطريق. بما ان انا يعني الحمد لله عندي اكتر من 10 سنين خبرة في تعليم اللغة الانجليزية، بس لاحظت حاجة: معظم الطلبة وهي بتتعلم انجليش بتيجي في نص المسافة بالظبط كده ويجي لها احباط. بيجي لك الحتة دي اول ما يجي لك احباط. انت اول ما بتبدأ تعليم بتحس ايه؟ عزيمة وارادة وعايز اتكلم من بكرة، وفي خلال يومين ثلاثة هتلاقي انت بص، عايز تتكلم في اسبوع، عايز تتكلم في شهر. حتة العزيمة دي حلوة قوي، بس في وقت من الاوقات وانت بتتعلم هتبص تلاقي نفسك جالك احباط. ايه ده؟ مش عارف، وتحس ان انت سبت كل حاجة. لا، اول ما تحس الاحساس ده كمل، كمل واشتغل على نفسك. حتة الاحباط دي ما توقفكش. اول ما تجيلك ده شيء طبيعي، طبيعي ان يجيلك الحتة دي، بتيجي لمعظم الناس. بس القوي والمهم اللي يكمل، واللي يقع ويقوم ويعافر لحد ما يتعلم ان شاء الله. حط لنفسك هدف واوعى تيأس، اوعى تيأس. كمل في مشوارك وان شاء الله هتتعلم وهتبقى مية مية وهتتكلم بطلاقة. وحط في دماغك ان اللي بيتكلم دلوقتي كان بادئ من الصفر وكان بيتعلم واحدة واحدة لحد ما اتكلم. انت هتبقى زيه بالظبط في اي حاجة. اشتغل على نفسك واجتهد وان شاء الله تتكلم انجليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.